l'Algérie. Vive l'Algérie. Yes. If you think I'm dumb, yeah, I wanna know when you gonna come. So you know you're gonna sing. Say I don't want to wait for want to wait. I don't want to wait for you. But your love is my relief. Tears in my mind, tears in my mind. While I'm waiting for my. Somebody help me now, sing it. Say I don't want to wait again. I don't want to wait again. I don't want to wait again. No. Yeah. All the way from New York City for Nigeria. نيويورك مزيج من ثقافات العالم كامل. الديفرسيتي هذه اللي هنايا هي واش عجبني في نيويورك انا. تاكلوا العدس في الامريكان. But the food maybe Algeria. الجاليه تاعنا تقريبا كامل عايشه هنا في استوريا كوينز هذه في نيويورك سيتي. نحب الجزائر، نتوحش الجزائر دائما. امريكا يعني حقيقه هي البلد اللي يعطيك فرصه في كل شيء. اول حاجه ديروها في لافاليز تاعكم اللباس التقليدي واللباس الامازيغي. On est comme des lumières qui sont partout aux États-Unis. الروتين هنايا عالي من ناحيه الشغل، من ناحيه الحياه، من ناحيه كل شيء. لو كان نوضوا خير نخدموا بلادنا، نرجعوا كامل الجاليه نخدموا بلادنا خير. السلام عليكم، أنا اسمي فريدة، directrice d'école à Lotus, située à New York. Dans notre école, on donne plusieurs services, on offre plusieurs services. Parmi ces services, on a le changement de statut, تغيير من السياحة للأفون, transfert, initial I-20, c'est-à-dire أي واحد انتريسي يحب يجي من الجزائر يقرأ عندنا, و reinstatement. ولا أي واحد يكون راغب يجي على أمريكا ويدرس في المدرسة تاعنا, ممكن نعمل له acceptance letter ونبعثوا له I-20 باش يقدم في السفارة باش يجي يدرس في المعهد, ولكن الفيزا مش مضمونة حسب الانترفيو باش نكونوا صريحين. trois ans من الاستحناء
On propose les plats algériens traditionnels avec quelques sandwichs mais à l'algérienne, goût algérien, avec accompagné d'une sauce faite ici et créée ici qui s'appelle Kasba sauce. l'étranger عجبتهم ماكلة تاع الجزائر، عجبتهم ماكلة تاع الجزائر والحمد لله الناس راهم يجيو ويعاودوا يجيو، يعرفوا الكسكس اكيد بصح بطرق ثانيه من بلدان ثانيه، دوكا عرفوا الكسكس الجزائري وعرفوا الرشته، عرفوا شخشوخة بسكرة، عرفوا شوربه فريك. خلال رمضان كنا نديروا افطار كل يوم في رمضان وناس بزاف اجانب جاو فطروا معنا، كاين اكيد اللي كانوا صايمين اجانب وصاموا وكاين اللي ما كانوش صايمين ما يحبوا يعيشوا افطار الجزائري، بوراك وشوربه فريك ودوزيام بلا كيما نقولوا في الجزائر، وكانوا ياكلوا في نفس الوقت كامل ونفس الاكل كانوا ياكلوه كامل، كانوا ياكلوا الشوربه جاي من ثقافه جزائريه عربيه اسلاميه. ولو انه تلاقيت يعني في اول ايامي في امريكا تلاقيت مع جزائريين اللي يعطوا لي نصائح وعاونوني، وبديت مرحله اثبات نفسي والذات والاحلام. لكن مطعم جزائري هذه الفكره راودتني نهار وصلت امريكا. علاش؟ شفت كل انواع الاكل والثقافات في امريكا الا الجزائر. الناس تسالني انت من الجزائر؟ اين الجزائر؟ هذا دائما كنت يعني الاجابه هذه كي نجاوبها ونشوف لا رياكسيون عند الانسان هذاك ما عرفش الجزائر تغيظني بزاف، هذا الامر هذا كان يغيظني. الاكل في المجتمع الامريكي جزء كبير من الثقافه، جزء كبير من عمليه التواصل يوميا. الاكل الطعام عند البشريه هو الشيء اللي تجتمع عليه الناس في الطاوله، سواء في العائله مع الاصدقاء، في الشغل، في مفاوضات سياسيه، في مفاوضات تجاريه. الاكل هو الرابط الاول. الان في نيويورك هذا المطعم يعني بمقاييس مطعم، المطعم الجزائري الوحيد، يعني اي واحد جزائري عنده صاحبه من جنسيه اخرى او امريكي يسالوا ما هو نوع الطعام اللي تقدموه انتم في النهار، يجيبوا هنا. من انتم يعني شرطي يسالك على بطاقه الهويه، بطاقه هويتك انت كمهاجر في امريكا وفي اي بلد هي ثقافتك. في الجزائر تجيهم حاجه غريبه، تاكلوا الماكله تاع الجزائر في الامريكان تجيهم حاجه غريبه، بورطو حنايا هنايا كاع نحبوا ناكلوا الماكله تاع الجزائر، سي نورمال بلادنا ونحبوا ماكلتنا، وحنا ما ناكلوش يعني ماحيش ناكلوا فاست فود ولا، ونحبوا نعلموا ولادنا اكيد نحبوا نعلموهم الماكله تاع الجزائر. كنا نحاولوا من قبل المطعم هذايا كنا نشاركوا في مهرجان العرب في منهاطن، وكنا بيان سور نحطوا الاعلام تاع الجزائر، نتكلموا على الحاجات الجزائريه، حتى الشاي كنا نحطوا الشاي بالنعناع ونحطوه لتما، كانوا ناس بزاف من بلدان ثانيه يعجبهم الشاي الجزائري والحلويات الجزائريه، محاجب، مملحات كنا نشاركوا بها في منهاطن. يكون المهرجان في ستريت، يديروا كل واحد يحط اون طونت ويبريزونتي الاكل تاعو. انا جيجل حتى عرفت القيمه تاع بالك مليح كي خرجت منها.
عايش في المنطقه وراك عايش في جنه بصح ما على بالكش، بصح كي خرجت وليت نكومباري فيها ببلايص واحد اخرين عرفت بلي راني ساكن في جنه. خصنا والو. مع الوقت كي تبدا تخدم في هذه البلاد هنايا تبدا شغل ما تبانلكش واش تقدر تشد البوست المليح وتبدا تخدم نابورت كوا هكا. من بعدك مع الوقت يبداو يبانوا لك الجاليه الجزائريه يبداو يوروا لك واش كاين الخدمات اللي يخدموها بزاف تاعنا. بديت نخدم لي على طاكسي وعندي فيها حوالي عام وشهرين هكا. Je m'appelle Mansaf Gharib, je suis directeur de l'audit et des investigations auprès d'une agence des Nations Unies, le FNUAP, c'est le Fonds des Nations Unies pour la population. Ça fait depuis 2014, je suis à New York. Voilà, mais j'ai quitté l'Algérie en 2004, donc ça fait plus. J'ai fait un peu Haïti, j'ai fait le Liban, j'ai fait l'Égypte et le Sénégal, et voilà. Et la dernière station c'était New York. Voilà. Moi je dirais la communauté algérienne, elle est très éparpillée. C'est une petite communauté éparpillée aux États-Unis, donc c'est très difficile d'être en contact avec eux. Donc on peut connaître 1 ou 2 personnes au maximum, mais ce n'est pas facile parce qu'il y a des Algériens qui aiment bien être du côté ouest, il y en a qui sont de ce côté-là. On n'est pas comme d'autres communautés qui essaient de se regrouper. Par exemple, voilà, d'autres communautés vont se regrouper dans des quartiers, ils vont tous être solidaires. Nous, les Algériens, on essaie de suivre notre chemin. Voilà, c'est chacun à son étoile, et il poursuit son rêve quelque part. Ce qui fait que chaque Algérien va être quelque part. On est comme des lumières qui sont partout aux États-Unis, mais on ne va pas être dans un fuseau vers le ciel, mais juste quelques lumières ici et là. Mais je pense qu'on arrive à, comment dire, illuminer les États-Unis, voilà, et le monde, Inch'Allah, parce que les Algériens sont partout. Moi, je vous dirais, j'étais une fois au Comores, Juz al-Qamar. À l'hôtel, il y avait le chef du restaurant, c'était un Algérien. Donc c'était vraiment, ça fait plaisir de les trouver. Et je pense qu'on est partout, mais il n'y a pas quelque chose où c'est écrit algérien. Donc nous les Algériens, c'est comme vous. Voilà. Il faut parler avec nous, c'est des attitudes, c'est des valeurs. Tawassul, voilà. Et ce qui nous regroupe aussi, c'est le drapeau. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Être algérien, c'est le drapeau, voilà, Shuhada. Notre consulat aussi, je pense qu'ils sont vraiment très serviables. Et voilà. Et je pense que l'Algérien, c'est l'ADN. C'est pas un truc facile. Voilà. Quand il rentre chez lui en Algérie, il tawassul avec la terre. On est fait, c'est des minéraux qui sont dans nos cellules, qui fait que l'Algérien est en équilibre chez lui. Il ne sera jamais ailleurs. On est toujours là, voilà, comme si on était en état d'attente. Quand tu es en Algérie, voilà, cette fusion, voilà, elle a lieu. أنا تجربتي مع القنصلية هنا في نيويورك أو في واشنطن دي سي، يعني وين كنت عايش، كانت يعني إيجابية جدا. كل مرة رحت دخلت، يعني الناس استقبلتني بحفاوة وجاوبوا لي على جميع الأسئلة وفريت شغلي، ما عندي حتى مشكل، عمري ما كان عندي مشكل. حتى اتذكر اني مثلا انه الغلطه تاعي انه انا نسيت ما جددتش الجواز، وانا كان رايح الجزائر ولازم نروح، وداروا لي ليكستونسيون مؤقت يعني ماشي هذه، ولو في الإدارة الأمريكية يديروها لك ولكن بشروط وتسنى وتحدث. وهذه الإيجابيات الإنسان. حتى القنصلية هنا في نيويورك تنظم لقاءات، تنظم حفلات. كانت في 1 نوفمبر، أول نوفمبر، حفلات في 5 جويلية. أنا أولادي بعثتهم ثم جابوا لهم إنسان نعرفه يعلمهم، يخلصوه بيان سور، ويعلمهم النشيد الوطني قسما وأناشيد وطنية أخرى. When the Jahram, when the Nurshad has Hashram, when the Nurshad has Hashram, when the Nurshad has Hashram, when the Nurshad has Hashram,
يا ربي ولدك على انه يكون عنده جذور جزائريه ولا تنسى ما تنسى، يعني تجي بنتي انا في عمرها 7 سنين 8 سنين وتسالني على الثوره الجزائريه وهناك ناس جزائريين ماتوا وحنا هذا امر لي انا اللي مرتبط بالجزائر جدا، رغم اني عايش في امريكا ولكن انا جزائري حتى النخاع. الجزائريين بزاف اللي يحبوا يكونوا مع بعض يتلموا، وبخصوص في الاعياد والمناسبات يلتقيوا، ساعات يلتقيوا في دار ولا يتلاقاو في دي بارك يديروا دي باربيكيو، يديو ماكله تانيك جزائريه، الحلويات الجزائريه، ويلتقيوا مثلا في مناسبات تقوم القنصليه العامه تجمعهم، يلتقوا في مناسبات مثلا في الاحتفالات اول من نوفمبر في يناير يلتقيوا، واكيد راح تكون كلش راح يكون جزائري لتما، من اللباس التقليدي والاكل والحلويات كلش يكون جزائري. الرحله نتاعي هي عباره عن فيزا بيزنس اند توريستيك. جيت في المرحله اللي صرا فيها الكورونا، ما قدرناش نروحوا، بقينا هنايا، بديت نشتغل ومن بعد توقفنا على الشغل 6 شهور ولا 7، وبعدين عاودنا نشتغلوا من جديد. الحمد لله وبقيت هنايا وحسنا ان شاء الله الوضع، وعن قريب ان شاء الله نهبطوا للبلد، نرجعوا للبلد الحبيب باش تقبلوا كثير. خلينا العائله تما. في المرحله تاع كورونا كاين اللي فقدناهم، كاين اللي توفى، وكاين اللي بدا. ان شاء الله اللي بقاو نشوفوهم في صحه جيده. ودركا عندي مع صديقي جزائري بعد من نفس المنطقه من ميليا، عندنا سيارات نأجروهم للسائقين تاع اوبر وليفت، ومع صديقي اخر مغربي سنين عاملين الحمد لله نعملوا بيزنس، ونفس الوقت انا سائق بعد، عندي السياره نتاعي ونشتغل عليها سائق في الليفت، ابليكيشن ليفت كيما عندنا في اليسير في البلد ويوبر. لا للمكان تاعنا، لا للثقافه تاعنا، لا للتراث تاعنا، ما نعرفوش نسوقوا له، بالك نحسبوا به ما على باليش. بار كونتر تشوف هنايا، تشوف هنا كي تجي لهنا خاصه في نيويورك مزيج من الثقافه تاع العالم كامل، لا ديفرسيتي هذه اللي هنايا هي واش عجبني في نيويورك. انا نيويورك ما يقدر حتى واحد يقول لك يا بلادي لا روح من بلادي راك في، الوحيد اللي يقدر يقولها لك هما السكان الاصليين، والسكان الاصليين ما كانش لهنا، الناس كامل مزيج، تشوف الثقافات كامل. صح المشكل تاعنا كيما تقول لك الجزائريين عندنا حوايج شوف بزاف ملاح بصح ما نعرفوش نسوقوهم. انا مره تلاقيت واحد نقولوا مخترع، دائما يجي يسقسيني شنو يسقسي كيفاش عنده باريزونت هكذا فكره، يجي يقول لي واش رايك في الفكره هذه حاب نديرها. هو عنده احنا وين نخدم عنده حوايج نبيعوهم له احنا، دي زيكوتور هكذا يخدمهم هو، عنده براءات اختراع لاسمه. من بعد اخترع ودائما يجي يشاورني، ونقول له انا دائما قلت له شحال من خطره كي نهضر معاه نقول له باللي انا خلف عندي فكاير في راسي، دائما نفكر في حوايج بصح ما عمري ما رياليزيت هذوك الفكاير. قال لي على بالك، قال لي من 1000 واحد الناس اللي عندهم الافكار هذوك واحد برك هو اللي رياليزي الافكار، اللي يمشي ورا الفكره حتى يوصل معاه حتى للاخر. صح حنايا فكاير يخرجوا في راسنا، تخرج في راسك وتموت في راسك. Il y a des cadres, pas énormes. C'est pas un chiffre énorme. Je dirais si je compare par exemple aux Nations Unies, on est moins de 5 personnes, on va dire 10 personnes au maximum au sein ici à New York. Chacun dans une agence différente, chacun avec ses fonctions différentes. On n'est pas énorme. On n'est pas dans l'international aussi. On est très très réservé. On a le problème de la langue aussi, les Algériens. Je pense que ça c'est un véritable problème quelque part, parce que je sais que les Algériens parlent en anglais et tout ça, mais il faut écrire en anglais, il faut raisonner en anglais, il faut
Et mais on est intelligent. Les Algériens ils sont exceptionnels, je peux vous le dire. Hein. On est intelligent. Mais sauf qu'on n'a pas le coup de pouce parfois, on n'a pas on suit pas notre. Il y a quelque chose qu'on rate quelque part. Et je dirais, j'ai publié des annonces la dernière fois. J'avais des postes dans mon équipe qui étaient des postes. Voilà. Aucun Algérien ne postule. Voilà. Je suis sur LinkedIn. Il n'y a aucun Algérien qui va être ami avec moi, par exemple. Donc c'est un peu chacun est quelque part. Chacun a un chemin à suivre et ça c'est voilà. أمريكية شوية بعيدة عن الثقافة تاعنا، بعيدة كثير من الناحية الإسلامية، من ناحية بعيدة شوية. ولكن الحمد لله حنا أصلا أنا التكوين تاعي كان جامعي، خرجت من قبل خارج الجزائر تما الآخر، تما ما كانش صعيب عليا باش نتأقلم هنايا. وأصلا التعليم تاعي في الجامعة كان كمبيوتر ساينس، كان إعلام آلي، وشغل كانت الأمور سهلة ليا بطريقة. شوف نيويورك كاين زوج بلايص اللي تلقى فيهم الجاليه هنا، عندك بايرج وعندك ستانواي ستريت. هادو زوج بلايص اللي تكون فيهم شويه حركه تاع الجاليه الجزائريه. فيها وعليها يا خوت، ما كاين من جوانب ملاح، كاين جوانب ماشي ملاح. الغربه تبقى غربه صعيبه يا خويا، ولكن الحمد لله. عندنا قهوه نتلاقاو فيها ندخلوا البوليتيك تاع الجزائر، هذاك شغل الحكايه تاع الجزائر، هذيك القهوه تاع الجزائر، هذا هضر في هذا القصره هذيك منا نلقاوها في هذيك القهوه. بصح شوف ما تلقى تحس بان الناس ماهيش مريحه الاس، ما انت مريح معك يهرب لك شغل شي حلوه، ما كاش هذيك تاع مريح في قهوه. هنا كل واحد يا با فريمون دو كوميونيتي اورغانيزي باش تنظموا الحفظ التربيه. انا جي امبوزي ماي القوانين تاعي مع ولادي. ربي باقي يستر. انا مثلا ممنوع عليهم يهضروا لونجلي في الدار، ممنوع عليهم يهضروا اونجلي مع دي زالجيريان، كلهم صحابهم كامل امريكان. دايور نون با بوكو دامي الجيريان. سا لا زون تاعنا سي ام. جي امبوزي توجور نوفو فيلم الجيريان، كولتور الجيريان. نو باردون. كولتور الجيريان كلش. هنا ما كاش، هنا يقصر معاك يدي البيزوان تاعو زعما الخلوي تاعو يهرب لك ديرك. اوي يا خو روماركيت باللي شغل الجاليات الاخرين، الكوميونيتي الاخرين شغل يتعاونوا مع بعضهم، حنا تاعنا متفرقين بزاف. نهضروا حقيقه صراحه. نو دوماج نهضروا هذا الامر في الساعه تحب ديرها تم من حقك نهضروا حقيقه. صح تاعنا متفرقين شويه، كل واحد جاب روحه من حقه يا خو. البلاد هذه ما كاش الوقت، ما كاش صعيب. عندي عامين في هذه البلاد لقيت واحد زيري ماشي ما نقولوش كاع الناس. كاين عباد، لا اسمح لي، كاين عباد يا اخو ما شاء الله يعاونوك يحطوك فوق راسهم. شوف كاين دي زونسيون في البلاد هذو اللي عندهم 25 سنه 30 سنه عندهم درة الخير، فاهم؟ سيرتو كي تطيح في واحد كيما نقولوا يليمو ملاح. السبب انا واش نشوف خويا ايوب، السبب الناس كي تجي هنايا يقعدوا في واحد الريتم تاع الجزائر، يقعدوا يدوروا به، يعني ما يغيروش نفسهم، فهمت؟ يعني ما يديروش ناس جدد، ما يخرجوش، ما يتاقلموش، يعرفوا مكان يعرف العمل المقهى هذيك ولا المسجد ويرجع العمل، يعني يبقى في ريتم هذا، وتبقى العقليه تدور وحده. صح واحد اللي يخرج ويدور ويحوس وما يديرش شي يدير هكا، تلقاه انسان يحب الخير يحب كذا، تلقاه ناس شغل كاين واحد الامور فيه نساهم تبدل، معناتها تحس باللي كاين شونجمون في هذاك الانسان، هذاك هو اللي يقدر يعاونك. L'identité algérienne est comme ça, on est fait comme ça, on compte sur soi-même, on compte sur Rabbi et sur soi-même. Donc on n'est pas du genre à essayer de se fédérer, de créer ça pour dire on va passer. Non, on n'aime pas ça. Le charme n'est pas dans ça. Le charme de l'Algérien, c'est quand il réussit lui-même. Et je pense que c'est pour ça que les Algériens sont... voilà, on est chacun dans... Vous allez trouver des professeurs de médecine ici à New York. Mais c'est quelqu'un qui a réussi seul. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé. Et je pense que ça, c'est le secret de l'Algérien. Il veut faire les choses seul. Et alhamdoulilah, c'est... voilà, on est fiers de l'être. Mais l'Algérien aime son pays. ما راهيش متحدة أنا. علاش؟ والله ماني عارف، بالك يكون الوضع نتاعهم هنا، يعني شافوا المعيشة مليحة، كل واحد عايش لروحه وخلاص. صعب هناك تواصل، ولكن على مستوى مش مستوى يعني عالي، ولا مستوى تاع جمعيات، ولا مستوى تاع ناس يعني دي جروب دي بروفيسيونيل، ناس ممكن اشخاص يعرفوا بعض،
ولكن أنه هناك جمعيات جزائرية كبيرة ومؤثرة. هناك محاولات من الناس. كاين مجموعات عبر الفيسبوك يتبادلوا المعلومات ويتبادلوا النصائح. هناك مجموعات مثلا جزائرية تعيش في منطقة أسطوريا قريبة لبعضها. هناك في منطقة بايريج في بروكلين اللي يعيشوا قراب لبعض. حاجة اللي نذكرها التآزر في المشاكل عند الجزائري نعم موجود جدا موجود. ما كانش واحد في امريكا جزائري مات ولا صرا له مشكل وضاع بيناتنا ابدا. عندنا على الاقل كل يوم اثنين عندنا مقابله كره قدم نلعبوا خارج الملاعب المغلقه، وكما يكون البرد والشتاء نلعبوا في ملاعب مغلقه. عندنا كل مره حاجزين يوم الاثنين من 4 ل 5 نلعبوا كره قدم. هذا اقل شيء. يوم الجمعه ممكن نتلاقاو هنا عند حليم ولا في مكان اخر نعملوا قعده كسكس ولا حاجه نتلاقاو نسقسيو على بعضنا نهزوا. بين بلي راك خدام، ما همو منين جيت، ما همو الدبلوم تاعك، ما همو حتى حاجه. بين له شحال تقدر تدخل له الدراهم، هذا واش يهمه. بين له في التيران، هضر على روحك صح. هو يشوفك في التيران. عندهم في المدارس عندهم دي جورني كولتورال، كل واحد يمثل بلاده ويلبسوا لباس تقليدي جزائري ويمثلوا بلادهم، يرسموا اعلامهم، يوريوا اعلامهم. هنا في نيويورك عادي يعني ما فيهش عقده، ما فيهش اصلا. لو كانت تمشي برك هنايا كاين المدرسه الاعلام تاع الجزائر مرسوم في الحيط مع العلامات الباقيين. وبنتي شاركت في الرسم تاعو. I go to school at IS 125 and I study all subjects. Everybody في الجزائر, they're nice people, everybody's generous, everybody's kind, and everybody's humble, and you know, everybody's always helping each other and يتعاونوا يحبوا بعضهم. نحب الجزائر, نتحش الجزائر دائما. J'ai 3 filles, elles sont au Canada, installées. Voilà, les filles, si vous me regardez, bonjour Issa, Amy et Kayla. Alhamdulillah, voilà, elles sont aux États-Unis, elles sont au Canada, elles étaient avec moi ici. Mais après, voilà, elles sont parties là-bas, c'est mieux pour leur avenir parce qu'il y a une grosse communauté algérienne. Elles ont aussi la famille là-bas. Et je pense que c'était un bon choix de le faire. Voilà. نوصلوا يا اخو البوان اللي كيما تولي بلادنا مخدومه كيما هذه، وان شاء الله ثاني الشعب تاعنا يولي واعي ومثقف يا اخو كيما هنايا. وهذه هي مي تبقى حنا فايتينهم يا اخو بالدين وفايتينهم الحمد لله يا اخو. حنا كشعب جزائري عندنا بالاخلاق تاعنا عندنا ثقافه الحمد لله يا اخو. اي واحد عنده الرغب عنده حاب يجي ما تقدرش، صعيب ان تنحي له الرافالون، ما تقولوش ما تجيش. انا افضل انه الشباب الجزائري يخرج ويجي لامريكا، استقر ولا يرجع ولا يعيش بين الجزائر وامريكا. نشوف انا في الهجره تاعو لامريكا مدرسه تعلمك حوايج. كاين حوايج بزاف تعلمك انه حوايج كانوا عندك في الجزائر وانت ما داير لهمش قيمه. هذا اول شيء. الحوايج اللي عندك في الجزائر انت ما على بالكش باللي نصف سكان الارض الكره الارضيه ما عندهمش هذاك الحاجه. على سبيل المثال انك داباك ما راحش يخمم كيفاش يقري، عنده ولا ما عندوش. ماشي جميع البشر عندهم هذا، ماشي جميع البشر. راك راح تلاقى بناس في امريكا تعلم لغته اللي يعني في البلد اللي هو ازداد فيه لغته
تعلمها في أمريكا، لم تتيح له الفرصة أن يتعلم يكتب لغته. وأنا نهضر لك من حوايج عشتهم، أنا عشتهم هاد الأمور لأكتشف أنا أنه في الجزائر ولو كنت في راس الجبل مليحة ماشي مليحة، تقول لي المستوى، تقول لي هذه، أنه في مناطق نائية الناس تروح للمدرسة وتكتب، تعلم تكتب لغتها، وتعلم التواصل، تعلم تقرا لغتها. هذا مثال بسيط، زيد على ذلك حوايج بزاف. ولكن الهجرة لأمريكا تعلمك واش معناتها الانضباط، يعني تنظم الانضباط. كي تبدا تخدم على 8 لازم 8 راك خدام، 8 راك خدام. لا ديسيبلين، تتعلم لا ديسيبلين. صرا واش يصرا لازم تروح للمكان الفلاني باش تخدم خدمه لتم، تروح، لازم تروح حتى ولو في رمضان. حتى ولو في رمضان. لي زيكسكوز نحيهم، تتعلم تنحي لي زيكسكوز اللي عندنا في الجزائر نوضنا بهم رمضان او هادي او هادي. هنا تتعلم واش معناتها تحلل دراهمك اللي انا نهضروها في الجزائر، تقولها في الجزائر تحلل دراهمك، هنا تحللهم تاع الصح. يعني كي تخدم 8 سوايع تخدم 8 سوايع، تتعلم تكومونيكي مع الناس، تتعلم تكومونيكي بلي ما تقدرش تقول اي حاجه للانسان وما يقدرش الانسان يقول لك اي حاجه. كاين بروتوكول في التواصل مع الناس ولازم ليك تحترمه، حبيته ولا ما حبيتوش انت لازم تحترم اي واحد قدامك مهما كانت ديانته، مهما كان لون البشره تاعو، ولا مهما كانت الاتجاهات السياسيه ولا الايديولوجيا. تعلم ما تجيش الناس على حساب واش يفكروا، ولا على حساب واش لابسين، ولا على حساب واش هما يامنوا. يجي الناس هذو على حساب علاقتك به، علاقه احترام. تتعلم تعيش في مدينه او في حاره، انه جارك جيرانك في الحاره اللي تعيش فيها تلقى 15-20 لغه في شارع واحد، 7-8 ديانات في شارع واحد، وتعيش معهم اون هارموني. باش تعيش معهم اون هارموني هذه تتعلمها تاع الصح. والله التربيه تاعهم الحمد لله سي لا فام. La femme algérienne, on peut la critiquer, ça je voudrais vraiment sur les réseaux sociaux. Il y a la femme algérienne elle mérite mieux. Arrêtez parfois des sites web de Facebook, arrêtez les gens, respectez la femme algérienne. Deuxièmement, c'est la femme qui éduque, elle fait un travail splendide. تربي البنات تربي الاولاد، سي ليدوكاسيون رمضان et tout ça. تتخيل انت عندك des enfants des filles de 10 ans ou 12 ans, elles commencent du ramadan, elles doivent affronter déjà soi-même, donc c'est un travail sur soi-même اول حاجه، et après un travail sur la communauté parce que personne ne sont معك. Donc comment essayer de trouver l'équilibre, de dire voilà, ça c'est mes valeurs à moi, c'est ma religion à moi et je le fais parce que je crois au bon Dieu. Et ça c'est la maman qui donne ses valeurs, c'est pas l'autorité du père. Le père il est là pour on est bien sûr des choses, mais c'est la femme, l'autorité qui gère ce genre de choses. Voilà. Il faut avoir quelque chose, il faut avoir un projet. Ne venez pas juste pour venir. Ne venez pas pour vous marier ou ça c'est moi je dirais les Algériens avec les jeunes Algériens, même les jeux vidéo en Algérie, ils ont tellement de potentiel. Saisissez, on est je dirais maintenant ce n'est plus un problème physique là où tu es. Tu peux faire des merveilles, tu peux devenir milliardaire avec un micro-ordinateur. Donc le potentiel à les Algériens, il ne faut pas rêver venir aux États-Unis, il faut rêver réussir et venir comme touriste. Tu n'as pas besoin de venir ici
tu te maries, tu restes, تتدرج تخاف من la police. Non, viens avec ton argent, viens avec ton savoir et الطريق elle est là, tu vas réussir. اول حاجه ديروها في لافاليز تاعكم اللباس التقليدي واللباس الامازيغي باسكو وين ما تروحوا تلبسوه يعني فخر وافتخار لينا، كل واحد يسقسي، كل واحد يحب ياخذ صوره معنا هكا يسقسوا عليه وكلش. انا وين ما نروح نلبسه. هو كنا تصوضوا وني بغانا ديال زهر زهي لا قادي زهر نسيت ديكا هذه موقل كان نسيت ديكا. اليوم عندك الانترنت لانفورماسيون، عندك حبيت تعلم اي حاجه نهضروا غير على يوتيوب برك. يوتيوب عندك ديزانفورماسيون بارتو في اي مجال، في اي حاجه حبيت تتعلمها، حبيت تواصل مع العالم استعملوه الحاجه وين تكون نفسك بها. هذا اولا. انه في الجزائر تقدر تخدم مع ناس ومع شركات موجوده في اليابان، موجوده في امريكا، موجوده في فرنسا، في انجلترا، او موجوده في اي او في اي مكان في الكره الارضيه. هذه الامور اذا انت ما حبيتش. اول حاجه اللي شفتها انا كمغترب انا ودخلت ليها البلد، لازم اقرا اللغه في البلاد، تكون عندك الاساس ولا باس تاع اللغه الانجليزيه. واش اول حاجه في الشغل هنايا تهضر باللغه الانجليزيه، يعني تعلم كما قلت لك لا باس باش تبدا تمشي امورك، مع الوقت تولي ترفد اللغه عاديا. ثاني حاجه لازم يكون عندك صبر، خاطرش هنا كاين واحد الاوقات جوز عليهم صعبه يعني نفسيا، لازم يكون عندك صبر كبير. وثالث حاجه اللي ما عندوش ميتي يكون قافز. اللي ما عندوش ميتي يكون قافز في هذه البلاد، معناتها ما تكونش قافز وما عندكش ميتي صعيب عليك، ومش متعود على الشغل في البلاد ومش متعود صعيب عليك، لان الروتين هنايا عالي من ناحيه الشغل، من ناحيه الحياه، من ناحيه كل شيء. قلت كيفاش انا ننكر حاجه بعثها لي ربي سبحانه. نو صافي ديجا مرتي ما كانتش حابه تجي، كانت تخوف، وانا كنت في دبي خدام، دونك سي با ان بوزوان فريمون لوجيك. قلت كنت نروح للماريكان لو موندغ سيني داغريسيون دو موفي موندغ سيني بلي ما يحبوش لي زعراب لي زالجيريان ولا فات ما نقعدوش، نروحو نطلو تماك ونجو. ما درت حتى غلطه معنا. المهم بلاطو من بعد ما قعدت كومان another almost 10 years 10 سنين في دبي باسكو مرتي ما كانتش مديسي بيا وانا. المهم اون فان دو باركور جينا الماريكان و اون ديكوفر كو اون ne contrôle pas le futur تاعنا ني لو هازار تاعنا. there is no reflection في هذه. لا انا حبيت نجي مع الاول، جات وحده. تعرف انا شحال مره نجحت وشحال مره فشلت؟ لا تعد ولا تحصى، ولكن هذاك الفشل هو تجربه مش فشل، هاي تجربه. تعاود تولي الان بعد سنين من بعد تشوف شحال تعلمت من هذيك. مش اول تجربه انا نشوف شباب الجزائر او اول تجربه كي تجي تاخذ قرض بدون فائده باش تحط شركه، باش تفتح شركه. روح حوس في العالم، روح انت انا ماشي انا اللي نديريجي كل، روح حوس في العالم الى صبت حاجه كيما هذه، ومن بعد تصيب العذر للفشل. الانسان يواجه نفسه. هنا في الجزائر انا هاد لي شوز، هاد الامور هذه انه باش يستفادوا منهم الجزائريين، باش يستفادوا منهم، ماهيش يعني راهي سلبيات سرد لي سلبيات. استعمل الحوايج اللي عندك، استعملهم، واي فشل عاود نوض وكرر واكتب واش درت غلط. بلادنا سي ان جوايو، il faut vraiment il faut prendre soin de ça. Voilà. قدمتها ولا نهضر انا ولا؟ شوف صح الجزائر مرت مراحل بريودات كما نقولوا قراف، راني فاهمك. استعمار خرجنا من 62 ومن بعد بدات تمشي شويه تزايد، بدات تنوض هكا، بدات تدينا، ومن بعد دخلت العشيه السوداء، عاود رجعنا قبل الاستعمار، عاود رجعنا قبل 62 يعني مع علاقتنا الدوليه ولا مع الداخليه
ومن بعد من عهد بوتفليقه بدينا نعاود نشوفوا الحياه من 99 ورا بدينا نشوفوا الحياه السلم هذيك الناس ولا تخرج ولا تاكل برا ولا هادي يا خو. بصح كاينه حاجه انا بور موا مازال نخدموا يا خو باش نخرجوا بلاد باش تقدر تخرج بلاد مليحه يا وهكاك يا اخوك. شوف شان يعني شوف الامور اللي وجعتنا في البلاد وسع الله نحبوا بلادنا يا والله. الامور نشوفوهم يوجعوا يقولوا شوف صاري منا نشوف واحد الامور نتبع من داك في لي ريزو سوسيو في رمضان راحت كارثه اخو كارثه. هاك تضحك هاك على بالك بعديس كاش خو ما كاش اسمح لي اخو انا نقعد نخزن من داك خلاص. الحمد لله اخو الحمد لله بعديس. ماذا بيا يكون يجي بطريقه قانونيه. الامريكان هذه امريكا اللي يقدر ينجح فيها يعني وتكون سهله ليه يقدر يجي في الديفي لوتري ويكون صغير شويه ما يكونش وراه التزامات عائليه في البلد والاخر لانه يقعد ديما عنده قلقان على العائله قلقان كذا وتما الخطوات نتاعو راح تكون بطيئه. ولكن يكون يجي واحد صغير ويعمل دراسه يعمل تحسين اللغه الانجليزيه تاعو ممكن يعمل شهادات اخرى يشتغل بها راح يتقدم بواحد الطريقه ما تقدرش تصورها. يعني في خلال سنتين يقدر يتقدم خير من واحد جا بدون اوراق وبحث على طرق وحسن واشتغل نقولوا شغل صعيب في مطاعم وفي هذه. انا عندي 6 سنوات ما كنتش في البلاد قريب 7 سنوات بس ان شاء الله العام الجاي بغيت ان شاء الله. كيفاش قدرت تصبر؟ خدمة تنسى على روحك مع الخدمة لها. هذا هو بالك من السلبيات اللي هنا في الامريكان كي تبدا تخدم تنسى على روحك ما تحش. انا 6 سنوات هذيك تظهر لي عام لا ما تحسش بالوقت. بالنسبه لي انا نمبر من افضل كيفاش يقولوا عندنا افضل اطباق في العالم. والدليل لو كان عندنا نشوفوا في المسابقات الدوليه يقول لك الطبق الفلاني كلاسات الطبق الحلوه الفلانيه كلاسات. وهذا دليل باللي المشكل نديروا الثقه في نفوسنا هذا ما كان. You did my Algerian friend, you know, and I never have Algerian food before, so I try, and very good. أهبط أعطي الدار بنتي الكبيرة يشرب بابا تقول له صحة عليك تنوض الصباح تقول له صباح الخير بابا سيدو وتبوسو من راسو. الصغيرة جات الصغيرة صحة عليك بابا تالية اسمع قال لي أنا حاسبك عايش الماريكان دي ولادك. قال لي يا خوتك هنايا ولادهم الله ما يقولوا لي الكلام هذا. قال لي ولادك يهضروا العربية. أنا العائلة تاعي مجبرة في الأمور في الأمور هذه ما من بعد الدين والآخر منا كاينة الجزائر ما وأنا نعيش في الآخر ما عجبتنيش أمور اقتصادية وأمور هذه وأمور هذه راني عايش في أمريكا. ولكن هذا لا يعني أنه الآخر أحمل الجنسية الأمريكية ولكن نحلف لك بالله عمري لا حسيتها. وعندي أصدقاء أمريكيين يعني لما نتكلم معهم باللغة الإنجليزية يعرفوا باللي هذا الإنسان فاهم الثقافة الأمريكية. any joke they say they got it. les Américains كيفاش يتستيوك على أنك أنت تعرف الثقافة الأمريكية يتستيوك بالنكت تاعهم بالايديومز هذوك تاعهم اللي يقولوهم اليمور ولا السلانج what they call slang. بروكلين عندهم سلانج كوينز عندهم السلانج ديالهم كيما حنايا الحراش كيهضر حراشي يمرقلوا وليد الزوج عيون نفسها هنا يقولوا لي يعني هاضم انت هاضم الثقافه الامريكيه برك عندك اللكنه الاكسنت. كان يخدم معايا واحد السمانه صاحبي قال لي عندي صاحبي اكسبرت باش ينحي لك اللكنه لاكسون. قلت له انا اتعمد يعني
انا اتعمد تكون عندي لاكسون. يعني ولادي يسالوهم مره واحده الاستاذه حتى نقني كيسالوهم باسكو يتيستيوهم تقول لهم فروم الجيريا ولا يو امريكان ياس برام فروم الجيريا. ربي يحفظك بارك الله فيك. ان شاء الله نشوفك في المغرب في عمل فني. ها عندنا بزاف ما شفناك. الله يسلمك. سلامة. ميرسي بوكو. الى اللقاء. يعطيك الصحه خويا باديس. او بليزير خويا. السلام عليكم. Somebody help me.